السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة الدفاع الثقيل لتفريع التنين. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الفكرة العامة. النهاردة هندخل مباشرة في أقوى تفريع في الصقلي، وهو الهجوم اليوغوسلافي. ركزوا معايا لأن التفريع ده مليان تكتيكات وتضحيات. مش بس كده، أنا آخر الفيديو كمان جايب لك مفاجأة. التفريع بيبتدي بكل بساطة، الأبيض بيلعب E4، احنا بنكمل هنا بسي 5. الدفاع الصقلي هنا بيكمل الابيض نايت اف 3، زي ما قلنا دي اقوى نقله بتتلعب. هنا بيكمل بدي 6، وهنا الابيض بيلعب دي 4، بيضرب السنتر بكل بساطه، بيدا في بيدا اكل بالحصان. بطلع كمان بالحصان، عايز البيدا اللي في الاي 4، هنا بيحمي. وهنا بكمل بكل بساطه جي 6، ودلوقتي عايز العب بيشوب في جي 7 وبعد كده بايت. هنا الابيض بكل بساطه بيطلع بالفيل، وهنا بلعب بيشوب جي 7. خلي بالك من الفخ الصغير ده، لو انت لعبت هنا الحصان على اساس ان انت تكسر الفيل، فللاسف النقله دي غلط. ليه غلط؟ لان بكل بساطه الابيض عنده كش بالفيل، وهنا اجباري يا اما تغطي بالحصان او تغطي بالفيل. فلو انت غطيت بالحصان فهو بياكل حصان في حصان، بتاكل بالبيدق، بياخد البيدق بالكش وبياخد الرخ. ولو انت غطيت هنا بالفيل بكل بساطه فبتخسر الحصان. وهنا ما ينفعش تاكل وزير لان هنا الفيل مربوط، فبتاكل فيه الفيل. وبعد كده الابيض بيكمل ياخد الفيل بتاعك، وهنا الابيض معاه قطعه، وهنا الابيض بيكسب الدور. فعشان كده انا بتكمل بكل بساطة بيشوب جي 7. أنا عندي أهم حاجة إن أنت تفهم كل نقلة. إحنا هنا مش بنحفظ، إحنا هنا بنفهم كل نقلة. بعد بيشوب جي 7 هنا بيكمل ب اف 3، وهنا تبيت، وبعد كده بيطلع بكوين دي 2. طيب لو هو طلع على طول بكوين في دي 2 وملعبش اف 3، بكل بساطة بيطلع بالنايت في جي 4، عايز الفيل بتاعك. ولو اجى هنا فبيخسر قطعة. ولو لعب مثلا فيل هنا فبكل بساطة بزق عليه فبيرجع، بزق عليه تاني. وهنا أخدت مساحة كبيرة جدا، ممكن أزقه بعد كده وآخد قطعة. وهنا الأسود أحسن لأنه هنا كسب مساحة. عشان كده هنا الأول بيلعب F3، بيمنع فكرة الحصان اللي هنا. وبعد F3 هنا بكل بساطة الأسود بيبيت، وهنا الأبيض بيلعب كوين دي 2. وأول ما تشوف كوين دي 2 على طول زي الصاروخ تلعب نايت في سي 6. تمام. هنا في سي 6 ايه فكرتها؟ بكل بساطة بنتشر وبسيطر على السنتر. دي حاجة. الحاجة التانية بحضر إن أطلع بالفيل هنا وأجيب الرخ هنا، وأبتدي أجهز لأي هجوم مضاد على الأبيض. فين الأبيض بكل بساطة بيكمل بتبييت، وهنا بلعب بشوب دي 7. عايزك تركز معايا هنا في حاجة. في هنا نقلة قوية جدا، وهنا الجي إمات بيلعبوها والمستويات الكبيرة، إن هو بيلعب دي 5 على طول، بيضرب السنتر على طول. طب ايه فكرة النقلة دي؟ ان هو بيبسط الموقف. النقلة دي نقلة تعادلية، يعني معظم الماتشات بتبقى تعادل كبيرة جدا. بس بصراحة انا مش جاي اتعادل، انا جاي افرم. يعني هنا مثلا ممكن الاسود يكمل ببساطة بيدق في بيدق، حصان في بيدق، حصان في حصان، اكلت. وبعد كده يطلع بيشوب في الدي 4. وهنا الموقف يعتبر الاسود لسه بخير وخلاص، يعني القطع قلت، مفيش اي افكار، مفيش اي لعب. وهنا الاسود بيكون بخير، مفيش اي مشاكل. بس بصراحة احنا عايزين الموضوع يعني معقد اكتر. فعشان كده انا بلعب بيشوب دي 7. ايه فكرة بيشوب دي 7؟ عايز اجيب الرخ على عمود السي، وعايز اجيب الكوين هنا، وعايز اجيب النايت هنا. والسيت اب اللي انا بقول لك عليه عايزك تحفظه بالظبط زي اسمك. يعني عايزك بص يكون في دماغك على طول في الشكل ده بالذات، وهتفهم ليه كمان شويه. وهنا الابيض بيكمل بجي 4 على طول جاهز للهجوم هنا. طبعا هنا لو اكل حصان في حصان في دي هتبقى نقله سيئه، لان بكل بساطه باكل بالبيدق واجيب الرخ هنا على العمود، واطلع بالوزير هنا واجيب الرخ التانية. وساعتها ممكن عندي كمان دي 5 او اي 6 دي 5. يعني هنا الاسود بيلعب مستريح جدا جدا جدا. عشان كده هنا مفيش اي لاعب ابيض ممكن يكسر حصان في حصان هنا. فهنا على طول بيبتدي هجوم بالجي 4. هنا بقى عايزك تركز معايا. اول ما تشوف ان الجي 4 على طول بكل بساطه تلعب روك سي 8. هنا بكل بساطه بيلعب اتش 4، شكله كده ناوي الهجوم عليا، وابتدي ايه يزول البادئ واحدة واحدة. انا بكمل عادي بانتشاري، بطلع من نايت في الاي 5، وهنا اكمل ب اتش 5. وهنا بلعب نقلة جميلة جدا كوين اي 5. خلي بالك هنا حصان هنا كويسة، يعني هنا بياكل فيه حصان، انا باكل هنا بالرخ. يعني الكلام ده برضو ملعوب عشان لو شفته في تفريعات تانية. بس انا بصراحة بحب اوي العب النقلة دي، وهتعرف كمان شوية. انا عايزك الاول بس تحفظ السيت اب ده، اللي هو الوزير هنا، الحصان هنا، والرخ هنا. فهنا الابيض بيكمل بكل بساطة بيدق في بيدق،
باكب البيضة او بفتح العمود بتاع الرخ، وهنا الابيض بيقول لي لو سمحت سلم. طب ليه سلم يا عم الابيض؟ لان انا بلعب لك الفيل هنا دلوقتي، عايز اخد فيل في فيل واجيب الوزير مكان الفيل واديك كشمات. اقول له طب ازاي؟ يعني فيل في فيل دلوقتي؟ تقول لي اكب الوزير دلوقتي، عايز على الحصان بتاعك هتمشي واديك كشمات. فانا اسالك سؤال، انت متاكد من الكلام ده؟ يعني ايه؟ لان بكل بساطه بضحي برخ في حصان. يا نهار ابيض على نقله. فاما انت بتاكل بالبيدق، انا بكل بساطه باخد وزير في بيدق. هتقول لي طب انا هزوق على الحصان، انت هتحمل المتات دي ازاي؟ انا دلوقتي انا عايز الحصان بتاعك. فكل بساطه انا دلوقتي عندي كش تطلع فوق، باخد كمان الحصان ده بكش. لو جيت هنا بديك كش بتغطي بالفيل، وبكل بساطه بقفل العمود الرخ على الوزير. دلوقتي عندي في وقت من الاوقات الحصان هنا مثلا على تهديد كش مات، هتقول لا يا عم ناخد رخ حصان هكو بالبيدق تاكل بالوزير. هنا بقى السؤال، انت عندك ايه تلعب بيه؟ يعني انت ما عندكش ولا قطعه تلعب بيها، غير كمان انت خسران قطعه. تقول لي اه تصدق دي طلعت تضحيه رخ في حصان ديت قويه جدا. عايزك تركز معايا في تضحيه رخ في حصان، لان دي هتشوفها كتير قوي 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 في الكورس ده. هتقول لي لا يا عم ارجع ارجع، انا مش هلعب الكلام ده، انا مش هاخد بدأ في بدأ. امال تعمل ايه؟ انا هخش بالملك جوه، عشان ساعة اما تاخد رخ في حصان ساعتها ما يكونش في عندك كش من هنا. اقول لك والله انت كلامك مظبوط فعلا. بس هنا بقى انا عندي ليك مفاجأة تانية. هتقولي هي؟ شايف السيت اللي قلت لك عليه ده؟ بص بص، خد التضحية التانية دي، حصان في بيدق. يا نهار ابيض على نقلة، نقلة قوية جدا جدا جدا. هتقولي انت ضحيت بقطعة ليه؟ طب ما انا هاكل بالحصان، يعني انت عندك ايه؟ انت ما عندكش هجوم خالص. هقول لك حاجة كمان، يلا يا سيدي رخ في حصان. الله، الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ طبعا لو انت اخدت بالبيدق فدي بلندر، لان بكل بساطه باخد حصان في بيدق، عايز الوزير وعايز البيدق، والنقله الجايه تبقى تهديد بالكشمات. يعني لو مشيت مثلا في اي مكان، لو جيت هنا بديك بكل بساطه كش بتطلع فوق كشمات. هتقول لي لا يا عم انا مش هديك فرصه للكلام ده. امال انت تعمل ايه؟ انا هاخد وزير في الرخ. اقول لك ولا اي حاجه، بكسر كل حاجه وزير في وزير. اكلت بالبيدق. هتقول لي طب انت هنا انت خسران قطعه. يا عم اصبر شويه. بكل بساطه عندي في حصان، دلوقتي الحصان ده مينفعش يتحرك لان في رخ بتروح. هتقول لي بسيطه، بكل بساطه بلعب بيشوب في لي 2، بحمي الحصان. بكل بساطه باكل حصان في بيدق، هات الكش الدبل وهات الرخ، او هات الكش الدبل وهات الفيل. نقل قوي جدا 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 جدا. فهنا بيكمل بكل بساطه. تقول لي يا عم بيشوب دي 2، مفيش دوبلات ومفيش اي حاجه. هنا بلعب بيشوب تكساس 3، نفس التهديد. لو انت اكلت فيل في فيل، باكل حصان في فيل وباخد الفيل. يعني انت لو خدت فيل الفيل كده انا بديك كش، انت بتمشي باخد الفيل. ودلوقتي انا معايا رجعت الماتيريال بتاعتي وعد البيادق بتاعتك. فعشان هنا في الشكل ده هنا بكل بساطة اخد بيدق في بيدق، اخدت فيل بكش اكل بالحصان، اخدت فيل هات الرخ اكل بيدق بيدق بكش. وبعد ما مشيت بالملك هنا بكل بساطة لعب رخ هنا قال هات الفيل. هنا مشيت بالفيل، وخلي بالك الحصان ده مربوط، وزي ما انت شايف التلات بيادق اللي في السنتر تلاتة بيادق سالكين، او بدقايق بمعنى اصح سالكين، هيبقوا مع الفيلين والرخ هيبقوا خطار جدا جدا جدا، ومحدش يقدر يوقفهم. هتقولي يا عم انا مش بقول على الكلام ده، ارجع 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 ارجع. هتقولي بالظبط هنا انا مش هزوق البيدق. امال هتعمل ايه؟ انا اخش بملك جوه. عشان ايه؟ ما تضحليش تقعد تضحلي بالتضحيات ديت ويكون عندي مشكله واخسر الماتش. هنا بكل بساطه انا برد بطلع برضه بالوزير ونفس الحكايه. هنا الابيض بيحسب ان هو عمل فخ للاسود. ايه هو الفخ؟ ان هو بيطلع له الحصان في لي 5. هنا ماشي بالملك عشان ما ياكلش وزير في وزير بكش، وفي نفس الوقت عايز الواد تهديد حصان في بيدق وياخد الرخ. فانا بكل بساطه باكل وزير في وزير. هنا الابيض اخد بيدق بيدي كش بيخش الملك جوه،
وهنا الابيض اخد وزير، وهنا الابيض بيحسب ان هو بيكسب. دلوقتي انا اخدت بدأ وهات الرخ. هنا بقى الابيض ما حسبلوش، الا بكل بساطه بقول له هات الحصان بتاعك لو سمحت. مفيش غير مربع واحد بترجع فيه، فانا بكل بساطه باكل حصان في حصان. بتاكل بالبيدق، وده بقى اللي انت محسبتوش، ان انا باكل بكل بساطه حصان في بيدق. رجعت البيدق بتاعي، وانا ضحيت بقطعه تاخد بالحصان، وانا خدت رخ في فيل. وهات الحصان وهات الكش مات، وهات فيل في بيدق. ودلوقتي الفيلين دول بقوا سفاحين، وهنا بكل بساطه هنا الاسود بيكسب. تقول لي ارجع ارجع ارجع. فهنا النقلة الوحيدة ان هنا الابيض لازم يعمل هجوم مضاد. فين الهجوم المضاد هنا؟ ان هو بيزق على الحصان ده. بكل بساطة انا باخد الحصان وبياخد فيل في حصان، باكل بالفيل. وزي ما انت شايف دلوقتي هنا الاسود احسن. ليه احسن؟ لان هنا الابيض عنده اضعاف في الاف 3 واضعاف في الاتش 4. الرخ هنا جاي في الطريق، يخش بملك جوه، عنده زائد بيضة على الهوا. زي ما احنا شفنا في التفاعل اللي فات، بياكل بيضة في بيضة، باكل في حصان في بيضة، وبعد كده باخد رخ في فيل. هنا الاسود عنده نقل مرن، وهنا الاسود هنا بيكسب والشكل بتاعه احسن. الخلاصه دلوقتي عشان ما تلخبطش، انت دلوقتي شفت اهميه السيت اب اللي هو الوزير في الاي 5، الحصان في الاي 5، الروك في السي 8. وشفت امتى بنضحي رخ في حصان وامتى بنضحي حصان في بيدق. اول ما تشوف اللي هو هجوم البيادق او البون ستورم زي ما انت شفت كده النهارده، فبكل بساطه لازم تفكر في رخ في حصان، وتفكر حصان في بيدق. كده احنا بدأنا نفهم كابوس التنين فعلا. اليوغوسلافي مش مجرد نقلات، ده سباق حقيقي على الملك. في الحلقة الجاية هنشوف لاين جديد على الهجوم اليوغوسلافي. بالنسبة للمفاجأة اللي قلتلكوا عليها في أول الفيديو، أنا جايب لكم ماتشات الدفاع الصقلي تفريع التنين من أول ما اتلعب لحد سنة 2025. هتلاقوا ملف بي جي إن في قناة التليجرام. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتكتب لي في التعليقات.